تعالوا لي بقى هنا كده بسرعة، حد يقنعني يا جماعة ويقول لي ليه العكوة او الديل ب 400 جنيه؟ ولادي وجوزي نفسهم فيه واروح الاقيه بالتمن ده. طب مين اللي هيجيبه بالسعر ده يا جماعة؟ عايزة اقول لكم بقى ان انا عملت لهم احلى طاجن عكاوي الغلابة ب50 جنيه بس. ومش عايزة اقول لكم بقى على الطعم ولا الريحة ولا الجمال بتاعه، بقى زبدة كده وملبن. يلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. بس قبل ما نبدأ نصلي على الرسول، وما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد، وحطوا لايك للفيديو عشان يوصل لناس تانية وكل الناس تستفاد بإذن الله. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجهز الخضار او المقادير اللي احنا هنعمل بيها الطاجن. معايا بصلتين كده كبار قطعتهم جوانح، ومعايا حبايتين من الطماطم برضو هنقطعهم كده طرنشات كده، وهنحط كل حاجه كده في طبق. هنحط كمان قرنين فلفل حامي كده لو بتحبوا الحامي، وكم فص توم كده. انا هعمل الطاجن ده بالبطاطس، بيبقى جميل جدا جدا. هيبقى عندي حوالي 4 أو 5 حبات من البطاطس، هنقطعهم مكعبات بالشكل ده، وهنحط عليهم ميه بعد ما نغسلهم كويس جدا جدا. وادي عكوة الغلابة يا جماعة اهيت عندي، بسم الله ما شاء الله، الحجم بتاعها كبير. دي ب50 جنيه. لو انتوا عدد الافراد بتاعت الاسرة كتير وبتحبوا يعني الاكل تاكلوا كذا حتة كده، ممكن تجيبوا 2 ب100 جنيه. مش هتيجي حاجة في الدليل لا ابو 400 جنيه. مش عارفه على ايه يعني ب 400 جنيه. عايزه اقول لكم ان دي اطعم كمان بكتير. المهم ان احنا قطعناها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي مع بعض. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، كلها لحم ازاي. هنجيب بقى حله او صينيه، هنحط فيها شويه زيت ومعلقه سمنه او قطعه زبده وفصين مستكه لو موجود عندك. ما عندكيش مش لازم خالص. هنضيف حاجات تانية هتدينا طعم حلو قوي. هنحط بقى قطع العكاوي كده، واهم حاجة ان احنا نكون مسخنين الحلة كويس او الطاسة اللي احنا هنعمل فيها او الصينية، نكون مسخنينها كويس جدا. وبنحط شوية زيت عشان الحرارة والزبدة بتاعتنا ما تتحرقش او السمنة ما تتحرقش. بعد كده هننزل بالعكاوي بتاعتنا، مش هنقلبها ولا نيجي ناحيتها غير لما تاخد لون من تحت كده والمسام بتاعتها تتقفل كويس. هنقوم جايين مقلبينها علشان ما تنزلش المية او العصارة اللي فيها وتبقى طعمها مش حلو وزفر. احنا شوحناها كده تشويحة. هحط بقى كام فص حبهان، ورقتين لورا، شوية من الفلفل الاسود. هحط كمان لو حتة قرفة صغننة خالص زي ما انتوا شفتوا كده. وهحط بصل، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه بقى وشموا الريحة والجمال. وهنحط كمان فصين او 3 فصوص من التوم سلام كده. وقلبي يا ست الكل بقى كده الكلام ده كله مع بعضه. مش عايزة اقول لكم بقى على الريحة والجمال. بعد كده بقى بعد ما شوحناها كده تشويحة، هننزل بقى بطماطمايه وجزرايه عندنا كده ونقلبهم كده مع بعض. هكون محضرة بقى مية مغلية سواء في الكاتل أو على البوتاجاز. المهم انزلي عليها بمية مغلية، مش مية باردة، مية مغلية. لحد بس ما نغطيها وبس كده. وخلوا بالكم ان احنا لسه ما حطيناش الملح، مش هنحط دلوقتي غير قرب التسوية. هنغطي بقى الحلة بتاعتنا كده ونسيبها بقى تستوي على مهلها، وهنبص عليها من وقت للتاني، وكل ما نلاقيها محتاجة شوية مية نديها مية مغلية لحد ما تستوي. هنشيلها بقى كده وننقلها على العين التانية عشان تكمل التسوية. وتعالوا بقى ناخد الخطوة اللي بعد كده. هنحضر بقى طاسة كده أو صينية، هنحط فيها معلقة سمنة، وهننزل بمعلقة من التوم المفروم، وهنشوحه كده تشويحة. أول ما نشم ريحة التوم تطلع كده ويبقى داخل على لون، هنقوم جايين حاطين نص معلقة من الكزبرة الناشفة، بتدي ريحة حلوة جدا جدا مع التوم. يا دوب بس يصفر، يبقى اصفر ذهبي فاتح خالص. هنقوم جايين نازلين بكوبايتين من عصير الطماطم المعصوره ومتصفيه، وهنحط كمان مكعب ماجي. وهنحيق بقى الكلام ده كله ملح ورشه سكر، نص معلقه صغيره من السكر، ونقلبهم كده مع بعض ونسيبهم بقى يتسبكوا على النار كده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص اتسبكوا اهو ونشفوا. انا مش عايزاهم ينشفوا قوي، يعني مش عايزاها تتسبك قوي قوي. اول ما الميه اللي في الطماطم تتبخر خلاص كده هنشيلها. تمام. نيجي بقى نشوف كوارع الغلابة. كوارع الغلابة دي يا بنات بصوا ريحتها رهيبة، طعمها رهيب. احنا حطينا الملح دلوقتي خلاص، هي داخلة على سوا. احنا هننزلها مش 3/4 سوا، 90% سوا علشان تكمل سواها مع البطاطس. احنا عارفين ان البطاطس ما بتاخدش سوا. هنجيب الطاجن بقى والبايركس اللي احنا او الصينية اللي هنحط فيها، هنحط فيها بصلاية متقطعة، وهننزل عليها بشوية من الفلفل الاسود وشوية من السبع بهارات ورشة بلح جوز الطيب.
وهناخد بقى البطاطس كده على البصلة دي ونقلبها كويس، ندعكها كلها كده مع بعضها. تمام كده، نقلبها كويس قوي. وبعد كده بقى هنكون مجهزين الكوارع، نشيلها من الشوربة ونصفي الشوربة، هنحطها بالشكل ده كده. تمام. هنيجي بقى في الصلصة اللي احنا عملناها نضيف عليها شوية من الشوربة بتاعة العكاوي ونحطها فوق الطاجن بالشكل ده كده. طبعا ده مش هيسوي لي الكلام ده كله، مش هيسوي البطاطس، هو محتاج لسه شوية سوائل، فهنضيف شوربة من الشوربة بتاعة العكاوي عشان تديها طعم حلو قوي. هنحط قرنين فلفل كده على الوش، حامي او بارد حسب الرغبة، ونقفل كده بفويل. وطبعا احنا مجهزين الفرن ومسخنينه، هندخلها على فرن لحد ما تكمل تسوية. وفي الاخر خالص بنشيل الفويل علشان تاخد لون حلو من فوق. وتعالوا بقى شوفوا الجمال ده، يا لهوي على الريحة، يا لهوي على الجمال. عكاوي الغلابة والله العظيم احسن من العكاوي اللي هي من عند الجزار ب 400 جنيه، اللي معرفش ب 400 جنيه ليه يعني. ده في الاول وفي الاخر ديل يا جماعه. وده المخلل اللي احنا عاملينه مع بعض، المخلل المشكل اللي فيه بعض الناس انتقدتني عليه. شوفوا احنا عاملينه بتاريخ كام، احنا عاملينه في رمضان يا جماعه، وشوفوا عدى عليه قد ايه ولسه بيقرش وطعمه تحفه، اقسم بالله احلى من الترشي الجاهز. لو انتوا عايزين الطريقه اكتبوا لي في الكومنتات عشان ابعت لكم الروابط بتاع الترشي. اما بالنسبه بقى لعكاوي الغلابه دي رقبه ديك رومي يا جماعه، الكيلو ب85 جنيه. بصوا شكلها عامل ازاي، زي الكوارع الحقيقيه، وطعمها بجد رهيب ومليانه لحم. عايزه اقول لكم بقى ان دي مش مكمله كيلو، يعني الرقبه دي مش مكمله كيلو. شوفي عملت لنا طاجن حلو وكبير ازاي. ممكن تقدروا بقى تضاعفوا الكميه، يعني تجيبوا 2 بدل الواحد 2. بجد جربوها لان طعمها فظيع. عايزاكم بقى ما تنسونيش بدعوه حلوه، وحطوا لايك للفيديو وشيروه كتير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس.